السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة وبانيه، طريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم. نبدأ نقول بسم الله ونقول تتبيلة البانيه. بانيه ومعانا توم باودر وبصل باودر وكمون وملح، ومعانا بصلتين وطماطمية. هنخرط البصل بالطريقة دي انتوا شايفينها دي كده. وبعد ما نخرط البصل هننزل بالثوم باودر والبصل باودر والملح والكمون. وهنجيب البصل ونعصره كده بايدينا زي ما انتوا شايفين لغايه ما البصل ينزل الميه بتاعته. وهنجيب طماطمايه ونقطعها بالشكل ده. وهنبدا بقى نتبل البانيه. وخلاص كده معانا بالشكل ده، نحطه في التلاجة. كل ما يقعد معاكي في التتبيله فتره طويله كل ما يديكي طعم احسن. وهنبدا نعمل المكرونه. معانا مكرونه ومعانا طماطم، اي نوع مكرونه انت حباه. هنجيب حله نحطها على النار، تحطي فيها ملح وتحطي فيها شويه زيت علشان المكرونه ما تلزقش منك وتعجن. واول ما الميه تغلي معاكي تروحي نازله بالمكرونه ونقلبها لغايه لما تستوي بالشكل ده كده. خلاص استوت معانا. هنبدا بقى نصفيها ونفتح عليها الميه الساقعه ونركن المكرونه كده على جنب. ونيجي بقى للطماطم، هنقطعها يا اما تضربها في الخلاط يا اما تعمليها بالهاند بلندر. تحطي حله على النار وتحطي فيها شويه سمنه وشويه زيت برضو، عشان بيدي شويه الزيت بتدي لمعه على المكرونه. كده السمنه ساحت معانا، هنروح نازلين بالطماطم اللي ضربناها في الخلاط. هنبدا بقى نحط التوابل بتاعتنا زي ما انت حابه. انا حاطه شويه مثلا شطه لو انت عايزاها حراقه، وتحط شويه فلفل اسمر، وطبعا هننزل بالملح. وهنغطيها، واول ما تبدا تغلي معانا هنروح موطين عليها لغايه ما تستوي معانا زي كده بالشكل ده. هنروح نازلين عليها بالمكرونه. وهنجيب هنا بيضتين عشان نجهز للبانيه. وهنحط شويه كمون وشويه فلفل اسمر وشويه ملح، ونخلط كل المكونات دي كلها مع بعض. وهنجيب طبق ونحط فيه شويه فيجيتار. انا عن نفسي بجيب كيس فيجيتار كبير وبحط الكميه اللي انا عايزاها وبشيل الكميه الباقيه مره تانية استخدمه كذا مره. وطبعا ده البانيه اللي احنا متبلينه وشايلينه في التلاجة. طبعا تتبليه من بالليل لغايه الصبح او 3 4 ساعات 5 ساعات، كل ما يقعد معاكي في التتبيله كل ما يديكي طعم احسن. وطبعا حطيناه في البيض ونزلنا تاني عليه بالفيجيتار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص خلصنا الكميه كلها زي ما انتوا شايفين، وهنبدا نقليه. وبس كده، ودي كانت اكلتنا النهارده. بجد يا رب تعجبكم. طريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد منك يعني وقت خالص ولا مجهود. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه القناه عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.